الشاعر ياسر منسي، فاستقبلوا بركة الصلاة على محمد وآل محمد. مجنون مجنون مجنون، مجنون برحم برزخ، برحم حوع شقد مذبوح، عشق رهبان، عاشق لنبي متعلق ببسمار، عاشق له صحيفة بغار، عاشق له سلام وبرد وسط النار، عاشق لنبي نجار، يتأمل جذع بينذبح مظلوم، لا أخت تشوفه ولا تشوفه صغار، عشق عطشان ظامئ والنبع دخان، عشق جوعان يمضغ والرغيف رماد، عشق قرآن موقوف بسجن بغداد. أعزائي الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقطع للحسين وقصيدة لزينب. في سوح الوغى قد حزت القاب، ومو كل انذبح حصل مراده، عض السيف نحره، عض السيف نحره وطلع رماد، وبشفت الجرح يمضغ رماده، يتلذذ ذبح من جدمل الراس، وبريج الجرح يبلع سعاده، من دمه نزل ما بي كريات، بقى مع السيف يلتهمن براده، لا تعجل ذبح يا شمر بهداي، لا تعجل ذبح طاول تماده، خل السيف يلعب على الوريدين حتى حسين يشبع بالشهاده. ولزينب مهرجان، مهرجان، والقصيدة زينبية، هاي معناها امتحان، ثاني جزء بكربلاء، بعدما وحي السماء استلم روح الشهيد، الوحي ما رفع راس، والوحي عاف الجفوف، حتى يبقى للأمم ذكرى يحكيها القلم، من بعد حفنة قرون طيحا أكبر صنم. العطاشة تصيح الرضيع يصير لوحة ترسم فوق السحاب، السماء تصير باب، الجفوف تصير لا، الفرات يصير ذلة، راس ابو اليمة مسلة. من هنا زينب انطلقت، حصلت موطئ قدم، احتلت اركان الصحافة بلا قلم، توغلت بمجلس يزيد، صبت بعرش حمم. خلي نرجع للسبايا، راس فوق الرمح ساكن، بليل داكن، عيون تتفقد عيال، أجساد ملفوفة بغلال. خل نرد قبل السبايا، ودعتهم جثة ودعتهم مثل مزنة بلا مواسم، مطرت بيوم الحصاد ودعتهم منزغة بالأكبر عمر، رافت الدم بدمعها ويا ضلعمها تكسر، ويا طبلة راس حيدر، ويا سم السبط الأكبر، ويا التراب ويا الجمر، عقدة أحبال الصبر فوق العباء، قطعت شمس الفجر حتى ما واحد يقول هاي أخت عباس، أخت عباس ما عندها صبر، هاي أخت عباس ما عندها صبر. لطمة الخد من هو قال؟ خدها آية نقتنع تنطال باليد. خلي نرجع للسباية، مشهد يهز العواطف. الشام صار على المشارف، الناس كل ظنهم خوارج، قاموا يشتمون بيهم على المدارج، أذنوا كبروا علنوا يوم عيد دولة الإسلام فرحانة ليزيد. دخل للقاعة يزيد بيده كاس من النبيذ،
الحاشية دق الطبول ويقول: الحمد لله الذي قد نصر آل سفيان وذل الكفرة. قال: تبا يا يزيد، أنت من؟ رغم تكبيل بحديد، أنت من؟ أنا خيط الاتصال، تعني من؟ أنا صلب الثقلين، ابن من؟ ذلك الدم المباح رأسه فوق الرماح، ذاق في الشرب يزيد. سأل حاشيته بجنون: أنتم مو قلتوا انتهت عترة محمد؟ فأجابوا بذهول: إنه الشبل العليل. قال: ويحي، سوف يثمر كالنخيل يملأ الأرض ذرية. قال: ويحي، سوف يثمر كالنخيل يملأ الأرض ذرية وتفوز الحيدرية. قال: آتون السباية. دخلت نائبة فاطم. من هنا تبدأ الرواية، ينطلق أول بيان، يستمر المهرجان. والسلام عليكم.